اللي كان اللي معطل اللاعب السعودي انه يحترف، يعني اللي ما احترف عندنا الا فهد انور راح للصين وفشلت تجربته، فهد الرشيال راح الكمار وراح الكمار الهولندي، شوف راح الكمار الهولندي فشلت تجربته. طيب ليش ما استمر؟ ما فشل قعد سنه ورجع فهد. طيب مو بشرط ما استمر. احنا نبغى، خل اعلمك شيء، شوف انا ليش يا محمد الحين اللاعب السعودي ما يطلع؟ ليش؟ تعرف ليش؟ لاني انا اخذ مثلا 8 مليون في نادي النصر او في نادي الهلال، يجيني عقد 5 مليون اقول ماني طالع. زي ما احنا شفنا الحين لما جاء عمر السومه جابوا خربين وجابوا لاعبين سوريين، لما يروح اللاعب السعودي وينعرف ذيك الساعه ممكن تلغي الحاجات هذه. وش بس انا ما قلت رايك ابو محمد ما اتكلم. برد بس على ابشر. لا دقيقة بس والله على موضوع التجربة الاحترافية. أنا بقول لك تجربتك أنت يعني تجربتي اي سنه ما كمل مع انه كان بعزه وفؤاد يمروح. أنا بقول لك لا ماني في عزي. من قال لك؟ راح كاس عالم. من اللي قال لك؟ لا يعني اقصد شوف أنا بقول لك، أنا باحترامي لك أنا ما أبغى أغلط عليك، لكن بقول لك لما تجي أنت تتكلم عن احترافية فؤاد أنور، فهمت؟ ليه ما استمر؟ لا أنا بقول لك ما عليك عاد ثقافة اللاعب السعودي. أنا شرحت للجمهور وشرحت للإعلام، لكن أنت غبائك او عدم تواجدك. لا انا بقول لك معلش وقف. لا والله ما لا بقول له لا معلش هو غبائه لا ابو خالد راح لانها ما نجحت. طيب خلاص ابو خالد مو بالصوت، هي معلش مو بالصوت. لما نستوقف الواحد هنا انا شوف انا بقول يا ابو خالد الله يخليك يا ابو خالد الله يرحم لي والديك، انا اعطيكم اريحيه النقاش وكل واحد يتحدث، بس انا والله ما اسمح بالخطا هذا ابدا ابدا ابدا. اسمح لي مسامح فؤاد، مسامحه انا ابو فارس. انت سامح؟ انا سامحت فؤاد، جزاك الله خير وبيض الله وجهك. سامحته وحنا بليالي فضيله. والله انت ليالي فضيله. لا تكبر الموضوع، لا خلينا تكبر الموضوع. الرجل تكلم، سامح خلاص سامح خلاص لا تكبر الموضوع. طيب سامح وبيض الله الرجل وجهك. تكلم خلاص انهي الموضوع. احمد معليش يا ابو خالد بس ما انهي الموضوع. الرجل تكلم، الرجل تكلم. تكلم بيه. انت بتكبر الموضوع. كيف اكبر الموضوع؟ الرجل وش قال؟ قال مسامح في ليله انا الفضيله. ما بكذا. لا الرجل وش قال؟ خلاص نهدى. خلاص طيب نهدى رجاء يا ابو انت ليش تبي تحطني معصب؟ الله يهديك. انت اللي تبي تكبر الموضوع. ما لا مو كبر الموضوع الا تبي انا ما ارضاه. يعني اني انا متواجد. يا انا أبو- داري انك متواجد.